يدخلوا لاول مره يكوروا في البطوله التونسيه، وسبيسيالمون يظل هذا الاخبار الباهي اللي يهم النادي الافريقي. يهم النادي الافريقي، خاصه انه النادي الافريقي نقولوا معفى من الجوله الاولى حتى كراجت بعد غدوه. عنده الهلال الشابه ماهوش موجود، دونك نستناو المعوض اللي باش يلعب ضد النادي الافريقي في الجوله الاولى. دونك النادي الافريقي فما خبر باهي يقول انه هيئه الفريق في طريقها الى حل المشكل، مشكل المنع من الانتداب قبل اخر اجل. نعرفوا اخر اجل نهار الاثنين 7 ديسمبر، يعني مازالوا 3 ايام تقريبا. الكواليس تقول انه الافريقي بين البارح واليوم باش ياخذ كل التراخيص اللي تخليه يحول جزء كبير من المبالغ الماليه المتخلده بذمه الشاكين. هو ما يعتبر عنصر مهم في اثبات النيه في الخلاص. اليوم النادي الافريقي عنده نيه في الخلاص، اذا لو فات انك توري الوثائق اللي تثبت تحويل الاموال هذه، فانه رفع العقوبه ممكن بنسبه كبيره. نعرفوا الافريقي يلزم يخلص قريب 13 مليار دو قبل نهار 7 ديسمبر، يعني باش يطيح القرارات هذيا نتاع منع الانتداب اللي طالته، واللي تخليه على الاقل بعد ما يتعدى الفتره هذه اهل المنتدبين الجدد نتاعو ويلعب لهم في البطوله في الموسم الجديد. فما جزء كبير باش يتم الخلاص نتاعو. في الاثناء للاسف توصل مراسله اخرى من الفيفا. ديما الدوسيات والمراسلات قاعدين يتلاحقوا في النادي الافريقي واحده ورا واحده. اليوم نحكيو على لجنه التاديب التابعه للفيفا اللي راسلت الجامعه التونسيه لكره القدم بعد ما تلقات شكايه من محامي الملاعبي زكريا العبيدي. ما نعرفش برشا الملاعبي هذا او فيكسا شاكي على فلوسه. ولهنا اللجنه طالبت الجامعه بتوضيحات في خصوص عدم تنفيذ قرار اللجنه الفيدراليه للنزاعات الصادر في اكتوبر 2019، واللي يقول انه النادي الافريقي يلزم يدفع جزء من مستحقات زكريا العبيدي واللي قيمتها بالتحديد 290 مليون. هذا مع التذكير انه نفس الملاعبي تقدم قضيه اخرى، قضيه ثانيه لنفس اللجنه، يطالب بكامل مستحقاته الى نهايه العقد نتاعو اللي صحوا وقتها مع النادي الافريقي، واللي قيمهم هو بما يساوي المليار و300 مليون. التصريح بالحكم في الدوسي هذايا باش يكون نهار 18 ديسمبر الجاي. دونك هذا دوسي اخر مراسله اخرى وصلت للجامعه التونسيه لكره القدم ووصلت ضد النادي الافريقي. واليوم زاد كيف يلزم النادي الافريقي يصحح الامور الكل مع الملاعبي والمحامي والقرارات الكل. لكن المهم انه ماهوش داخل في قرار منع الانتداب والدوسيات اللي كنا نحكيو عليها من الاول، قرار زكريا العبيدي. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي البطوله تكون في ظروف طيبه والعوده تكون في ظروف طيبه للنادي الافريقي. باهي هاي نهزوا الطيران بعضنا نعملوا